السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طلبه تانية اعدادي اهلا بيكم. معكم مستر احمد الدسوقي مدرس ماده الدراسات الاجتماعيه المرحله الاعداديه والتاريخ للثانويه العامه. وحشتوني جدا جدا جدا. اشتغلنا مع بعض السنه اللي فاتت سنه كامله والحمد لله حققنا فيها انجازات كبيره، وان شاء الله باذن الله مكملين معاكم السنه دي بشغل جديد بشكل جديد باذن الله. اتمنى ان شاء الله باذن الله تكون سنه جميله وخفيفه عليكم جميعا يا رب، وكل واحد فيكم يحقق كل اللي نفسه فيه. تعالى بقى نبدا ونرجع ذكريات الزمن الجميل. فزي ما اتعودنا مع بعض احنا بقينا اهل بقى شاي جميل، قهوتك اللذيذه، نسكافيه جميل، ايا اللي تحب تشربه، وتركز في كل كلمه نقولها وتركز على الافكار اللي ناكد عليها من خلال الشرح، وباذن الله باذن الله باذن الله الدراسات هتكون في امان لسنين قدام. بس اوعى تنسى الكلام، مش عايزين نطول المجهود اكتر من كده. يلا بينا نبدا. بس قبل ما نبدا لازم نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، اياك نعبد واياك نستعين. صلوا بينا على النبي ويلا بينا. بسم الله. بسم الله. قبل ما نبتدي في المنهج بتاعنا عايزين نعمل ريفريش سريع كده على تمهيد عشان نعرف نخش على المنهج. طيب بيقول لك ايه بقى؟ عايزين نعمل تمهيد على الكره الارضيه. الايه؟ الكره الارضيه. طيب بيقول لك والله الكره الارضيه دي كوكب الارض مكون من حاجتين، اليابس والماء. اليابس والماء. طيب الماء نسبته 70.7، يعني عشان كده العلماء بيسموا كوكب الارض الكوكب المائي، لان 70.7% من مساحته كلها ميه. طيب يبقى 70.7 هي دي الماء، يبقى الماء مساحته 70.7% من مساحه الكره الارضيه. طيب الباقي اليابس 29.3، يبقى الكره الارضيه مقسمه لحاجتين، يابس اللي هي الارض والماء اللي هي البحار والمحيطات والمسطحات المائيه. طيب اليابس مساحتها 70.7، اما الماء مساحتها 29.3. طيب اليابس ده بقى اللي هي ايه؟ اللي هي القارات، اللي هي الارض، اللي هي القارات. طيب احنا عندنا كام قاره؟ قال لك والله عندي 7 قارات. عندي كام قاره؟ 7 قارات. بص كده على الخريطه بقى، ادي دي خريطه العالم، قارات والمحيطات. تعال بقى نعرف كام قاره. قال لك 7 قارات. ايه هم؟ صلى بينا على النبي. بسم الله. اسيا وافريقيا، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، اوروبا واستراليا، انتاركتيكا. تاني اسيا وافريقيا، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، اوروبا واستراليا، انتاركتيكا. دول كام؟ 7 قارات. بيقول لك والله عندي قارات العالم القديم هي اسيا، افريقيا، اوروبا. دي اسمها قارات العالم القديم. طب قارات العالم الحديث؟ قارات العالم الحديث اللي احنا اكتشفناها فيما بعد في العصر الحديث، عشان كده سميناها قارات العالم الحديث، اللي هي امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، انتاركتيكا واستراليا. طيب ايه هي المساحات بقى؟ قال لك والله قاره اسيا 44.2. ماشي؟ احنا بنقولها ازاي بقى؟ بنقول انتوا عارفين طبعا الكوره مثلا المدرب لما يجي يعمل الخطه بتاعت اللعيبه بيقول لك احنا هنلعب بخطه 4-4-2، لا هنلعب بخطه 4-3-2-1 وهكذا. بص بقى بنقولها ازاي؟ 4-4-2 2-4-2 17-8 7-8 اوروبا 10.5 افريقيا 3. القاره القطبيه 12.3، القاره القطبيه 12.3. تاني 4-4-2 اللي هي 44.2 مليون كيلومتر مربع. تمام؟ 2-4-2 اللي هي 24.3. ماشي؟ 24.2. طيب 17-8 مليون كيلومتر مربع. 7-8 مليون كيلومتر مربع. اوروبا 10.5، افريقيا 30.3، والقاره القطبيه 12.3. يبقى 4-4-2 2-4-2 17-8 7-8 اوروبا 10.5 افريقيا 3. طيب كده اكبر القارات اسيا. طب اصغر القارات استراليا. يبقى نخلي بالك اكبر قاره هي اسيا، اكبر قارات العالم كله واكبر قارات العالم القديم اللي هي اسيا، افريقيا، اوروبا. اسيا هي اكبر القارات عموما. تمام؟ طب اصغر القارات استراليا في العالم كله. طب اصغر قارات العالم القديم اوروبا. ليه؟ لان انا قلت لك قارات العالم القديم هم 3، اسيا، افريقيا، اوروبا. اسيا، افريقيا، اوروبا. تمام؟ طيب اصغر قارات العالم القديم هي اوروبا. تمام؟ طيب يبقى انا عندي كده دي القارات اسيا وافريقيا، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، اوروبا واستراليا، انتاركتيكا. طيب انا عندي دي اليابس. تعال بقى ندخل على الماء.
قال لك والله الماء ده اللي هو المسطحات المائيه، واكبرهم المحيطات. اكبرهم ايه؟ المحيطات. طيب انا عندي كام محيط؟ قال لك والله انا عندي 5 محيطات. ايه هم؟ هادي، اطلنطي، هندي، قطب جنوبي، قطب شمالي. تاني هادي، اطلنطي، هندي، قطب جنوبي، قطب شمالي. هادي، اطلنطي، هندي، قطب جنوبي، قطب شمالي. يمين وشمال هادي. يعني ايه يمين وشمال؟ الكره الارضيه كره مدوره، ماشي؟ اليمين بتاعنا على ثانيه واحده هيجيب حاجه مجسمه، ولنعتبر ان دي الكره الارضيه، ماشي؟ ادي الكره الارضيه اهي، ماشي؟ هي داير ما يدور، داير ما يدور. فالمحيط الهادي هو في الحته دي كده، والحته اللي ورا دي كده اهي، في اخر الورقه الطرف اللي هنا والطرف اللي هنا، ماشي؟ بس انا لما فردته طلع ايه؟ طلع مفروض كده زي الخريطه دي، كره ارضيه مدوره. المحيط الهادي في اخر الكره الارضيه من ناحيه اليمين، واخر الكره الارضيه من ناحيه الشمال. فبنقول لك يمين وشمال هادي، يمين وشمال هادي. يبقى يمين وشمال هادي، يمين وشمال هادي. في النص اطلنطي، في النص اطلنطي. تحت اسيا هند، تحت اسيا هندي. قطب جنوبي، قطب شمالي، قطب جنوبي، قطب شمالي. طيب المساحات، قال لك والله اكبر المحيطات المحيط الهادي. طب اصغر المحيطات المحيط القطبي الشمالي. اكبر المحيطات المحيط الهادي 166 مليون كيلومتر مربع. اصغر محيطات المحيط القطبي الشمالي 14 مليون كيلومتر مربع. يبقى تاني هادي، اطلنطي، هندي، قطب جنوبي، قطب شمالي. هادي، اطلنطي، هندي، قطب جنوبي، قطب شمالي. يمين وشمال هادي، في النص اطلنطي، تحت اسيا هندي، قطب جنوبي، قطب شمالي، قطب جنوبي، قطب شمالي. اكبر المحيطات المحيط الهادي، اصغر المحيطات المحيط القطبي الشمالي. طيب يبقى القارات اسيا وافريقيا، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، اوروبا، استراليا، انتاركتيكا. اكبر القارات اسيا، اصغر القارات استراليا. المحيطات هادي، اطلنطي، هندي، قطب جنوبي، قطب شمالي. هادي، اطلنطي، هندي، قطب جنوبي، قطب شمالي. يمين وشمال هادي، في النص اطلنطي، تحت اسيا هندي، قطب جنوبي، قطب شمالي، قطب جنوبي، قطب شمالي. طيب ادي هو بيقول لك اهو القارات: اسيا، افريقيا، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، اوروبا واستراليا، والقاره القطبيه الجنوبيه. طيب وادي المحيطات: هادي، اطلنطي، هندي، قطب جنوبي، قطب شمالي. وقلنا زي ما قلنا مع بعض قارات العالم القديم: اسيا، افريقيا، اوروبا. ادي قارات العالم القديم. قارات العالم الحديث: امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، استراليا، والقاره القطبيه الجنوبيه. طيب انا عندي والله في حاجه بقى اسمها الموقع الفلكي والموقع الجغرافي. واحده واحده. يعني ايه اصلا كلمه موقع؟ الموقع يعني مكان. يعني انا بقول لك موقع موقع السبوره دي في منتصف الحائط، ده اسمه موقع. الموقع يعني مكان. قال لك والله الموقع بقى ده، قال لك في نوعين: في موقع فلكي وموقع جغرافي. ايه بقى الموقع الفلكي والموقع الجغرافي؟ الموقع الفلكي ده بيقول لك هو الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. مستر مش فاهم هي ايه خطوط الطول وايه دوائر العرض دول؟ بص كده معايا. العلماء عشان يسهلوا دراسه الكره الارضيه فقسموها الى خطوط طول. ادي الكره الارضيه اهي، قسموها الى خطوط طول ودوائر عرض. خطوط طول ودوائر عرض. طيب كم خط طول؟ قال لك والله 360 خط طول. تمام؟ يبقى عندي كم خط طول؟ 360. 180 في الشرق و180 في الغرب. يبقى انا عندي كم خط طول؟ 360. 180 في الشرق و180 في الغرب. واللي بيقسمهم خط الطول اسمه خط الطول جرينتش. يبقى خط الطول الرئيسي خط الطول جرينتش بيقسم الكره الارضيه لشرق وغرب، 180 في الشرق و180 في الغرب. طب دوائر العرض، قال لك والله دوائر عرض، قال لك هي 180 دائره عرض، 90 في الشمال و90 في الجنوب. بس خلي بالك في حاجه اسمها دوائر العرض الرئيسيه. زي ايه؟ اللي بيقسمها دائره الاستواء. الاستواء. يبقى خلي بالك اللي بيقسم الكره الارضيه لشمال وجنوب اللي هي دائره الاستواء، 90 دائره في الشمال و90 دائره في الجنوب. بس خلي بالك في دوائر عرض رئيسيه زي دائره مدار السرطان، دي دائره الاستواء. مدار السرطان، تحتها مدار الجدي، فوق الدائره القطبيه الشماليه
تحت الدائره القطبيه الجنوبيه. يبقى خلي بالك انا عندي خطوط طول دوائر عرض، خطوط طول دوائر عرض، كم خط طول؟ 360 خط طول، 180 في الشرق و180 في الغرب، بيفصلهم خط طول رئيسي جرينتش. تمام؟ طيب عندي كام دايره عرض؟ قال لك والله 180 دايره عرض، 90 في الشمال و90 في الجنوب، واللي بيفصلهم خط دائره العرض الرئيسيه اللي هي دائره الاستواء، دائره الاستواء. في دوائر عرض رئيسيه ثانيه قال لك مدار السرطان، تحتها مدار الجدي، الدائره القطبيه الشماليه، الدائره القطبيه الجنوبيه، وده القطب الجنوبي وده القطب الشمالي. طيب مستر هو ايه فايده الكلام ده كله بقى؟ قال لك والله فايدته اللي احنا بنسهل دراسه الكره الارضيه، بنحدد الموقع اللي هو المكان بتاعه. يعني مثلا انا بقول لك مثلا مصر تقع فين؟ انا قال لك والله موقع مصر، قال لك والله مصر تقع من بدايه عرض كذا لبدايه عرض كذا، من خط طول كذا خط طول كذا، احداثيات معينه عشان تعرف الموقع ده فين بالظبط. تمام؟ طيب ايه فايدته تاني؟ قال لك والله بيحدد لي المناخ دوائر العرض دي بتحدد المناخ وبتحدد لي المكان، تمام، وبتحدد لي الزمان. خط الطول ده بيحدد لي الفرق ما بين الزمن. يعني بيقول لك والله في قاعده بتقول لك كل ما اتجه للشرق بتزود الساعه، كل ما اتجه للغرب بنقص الساعه. يعني مثلا احنا هنا في مصر الساعه دلوقتي الساعه 8 المغرب، هتلاقي في امريكا الساعه تلاقيها 11 الظهر، لان كل ما اتجه للشرق بزود الساعه، كل ما اتجه للغرب بنقص الساعه، وهكذا. طيب فدوائر العرض، فالخطوط طول العرض لها اهميه كبيره جدا جدا جدا، مش عايزين ندخل في تفاصيل، بس اهم حاجه زي ما قلت لك اللي عندي 360 خط طول، 360 خط طول و180 دائره عرض، 360 خط طول 180 في الشرق 180 في الغرب، ودائره عرض 90 في الشمال و90 في الجنوب، بيفصلهم دائره الاستواء. طيب دي كده ايه؟ الموقع الفلكي، الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. طيب الموقع الجغرافي، قال لك والله الموقع الجغرافي ده الموقع بالنسبه للاماكن المجاوره، الاماكن الاخرى اللي هي بحار والمحيطات وقارات او دول مجاوره. يعني ببساطه الموقع بالنسبه لليابس والماء، يابس والماء. يبقى تاني الموقع الفلكي، الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض، الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. اما الموقع الجغرافي الموقع بالنسبه لليابس والماء، الموقع بالنسبه لليابس والماء. ده كده تمهيد هيفيدنا بشكل كبير جدا في المنهج طول الترم. طيب ده تمهيد بسيط عشان نعرف قارات العالم، وهيسهل لنا بشكل كبير جدا المنهج كله. طيب المنهج بقى بتاعنا بيقول ايه؟ فاكرين السنه اللي فاتت اتكلمنا عن قاره افريقيا، اخدنا فيها كل حاجه، الموقع لو فاكرين الترم الاولاني الموقع الفلكي، الموقع الجغرافي، تضاريس قاره افريقيا، وبعدين خدنا تاريخ قاره افريقيا، القارات اللي فيها وهكذا. طيب السنه دي بقى هناخد نفس الكلام بس على قارتين، اسيا واوروبا الاثنين مع بعض. عشان كده نكون خدنا قارات العالم القديم، اسيا وافريقيا واوروبا. يبقى السنه اللي فاتت خدنا افريقيا، السنه دي هناخد اسيا واوروبا. طيب تعالى كده بيقول لك لمحه بسيطه على المنهج، بيقول لك ايه؟ بيقول لك الوحده الاولى بتتكلم على الملامح الطبيعيه لقارتين اسيا وافريقيا. الدرس الاول موقع ومظاهر سطح افريقيا، ده الدرس بتاعه. طيب تعالى كده نبتدي فيه ونشوف المنهج بتاعنا بيقول لنا ايه. صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، وحده الله لا اله الا الله. اولا بيقول لك موقع ومساحه قارتي اسيوي افريقيا، اسيوي اوروبا، اسيوي اوروبا. طيب بيقول لك والله قاره اسيا هي اكبر قارات العالم، احنا سائلين من شويه هي اكبر قارات العالم مساحه، اكبر قارات العالم مساحتها 44.2 مليون كيلومتر مربع. يبقى هي اكبر القارات مساحتها 44.2، يعني 30% من مساحه اليابس، 30% من مساحه اليابس. يبقى قاره اسيا اكبر القارات مساحتها 44.2، 30% من مساحه اليابس. تمام؟ ادي قاره اسيا. طب قاره اوروبا، قال لك والله اوروبا مساحتها 10.5، يبقى 10.5 مليون كيلومتر مربع، مساحتها 7% من مساحه اليابس، 7% من مساحه اليابس. ادي قاره اوروبا مساحتها صغيره، اما قاره اسيا قاره كبيره جدا جدا جدا، هي اكبر قارات العالم مساحه. طيب بيقول لك بقى قاره اوروبا هي سادس قارات العالم من حيث المساحه. يعني هي انا عندي 7 قارات، يبقى هي رقم 6، يعني قبل الاخيره. يعني ممكن نقول هي تاني اصغر قارات العالم مساحه، يبقى تاني اصغر قارات العالم مساحه
ادي لقطه، يبقى هي سادس قارات العالم مساحه، او تاني اصغر قارات العالم مساحه، او اصغر قارات العالم القديم مساحه. يبقى خلي، مش احنا قلنا قارات العالم القديم اسيا افريقيا اوروبا، واوروبا احنا قلنا في التمهيد قلنا هي اصغر قارات العالم القديم. يبقى خلي بالك، هي قاره اوروبا هي مساحتها اوروبا 10.5 7% من مساحه اليابس، هي سادس قارات العالم مساحه، او تاني اصغر قارات العالم مساحه، او اصغر قارات العالم القديم مساحه. تمام. طيب بيقول لك بقى احنا لو جمعنا قاره اسيا واوروبا مع بعض هنسميها مصطلح اوراسيا. مصطلح ايه؟ اوراسيا. مستر مش فاهم ايه اوراسيا دي؟ قال لك والله هو مصطلح بيطلق على قارتين اسيا واوروبا، الاثنين دول اتجمعوا مع بعض عملوا مصطلح اوراسيا، وكأن اوروبا امتداد طبيعي لاسيا من جهه الغرب. يعني ايه الكلام ده؟ بص كده، ادي قاره اسيا ودي قاره اوروبا، تمام؟ بيقول لك قاره او المصطلح اوراسيا هي جامع ما بين قارتين اسيا واوروبا، وكأن اوروبا امتداد طبيعي لاسيا من جهه الغرب، تمام؟ عشان يعني اللي بيفصلهم جبال الاورال اللي احنا لسه هنعرفها كمان شويه، فبيقول لك يعني اوروبا ممتده لاسيا من جهه الغرب، فبنسميها مصطلح اوراسيا، بنسميها مصطلح ايه؟ اوراسيا. طيب ادي كده موقع قاره اسيا وقاره اوروبا. تعال بقى ناخد واحده واحده. قاره اسيا نعرف حاجتين، موقع كذا حاجه، الموقع الفلكي، الموقع الجغرافي، الاهميه بتاعت القاره دي، تمام؟ طيب صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، وحده الله لا اله الا الله. طيب تعال نشتغل على الخريطه، تمام؟ وبعد كده نرجع نشوف الدرس بيقول لنا ايه. احنا قلنا اتفقنا مع بعض هنتكلم على الموقع الفلكي والموقع الجغرافي، اي قاره هنتكلم عن الموقع الفلكي والموقع الجغرافي. طيب اولا الموقع الفلكي، احنا قلنا يعني ايه موقع فلكي؟ هو الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. طيب ايه هي خطوط الطول ودوائر العرض؟ احنا قلنا خطوط طول دي اللي هي خطوط بالطول، دوائر العرض اللي هي دوائر بالعرض. طيب بيقول لك والله بقى قاره اسيا، احداثيات قاره اسيا تمتد ما بين دائرتي عرض من 10 جنوبا ل 81 شمالا، يبقى من 10 جنوبا ل 81 شمالا، ومن 26 شرقا ل 170 غربا. تاني قارة آسيا تمتد ما بين دائرتي عرض من 10 جنوبا ل 81 شمالا، ومن 26 شرقا ل 170 غربا. إذا هي بتمتد كلها في الشمال ما عدا يا مستر حته صغيره اللي هي جزر اندونيسيا، الحته الجنوبيه، الحته اللي تحت دي، ادي دائره الاستواء بتفصل ما بينهم دي، وبيقول لك في 10 درجات تحت دائره الاستواء اللي هي ايه؟ اللي هي جزر اندونيسيا. يبقى هي اسيا كلها في الشمال ما عدا جزء بسيط اللي هي جزر اندونيسيا دي اللي هي من تحت، تمام؟ عشان كده بنقولها من 10 جنوبا ل 81 شمالا، فهي كلها في الشمال ما عدا الجزء الحته اللي تحت دي، تمام؟ ادي اول لقطه. طيب مستر هي في الشرق ولا في الغرب؟ قال لك والله هي كلها في الشرق، واخده كمان جزء من الغرب بس من ورا. يعني ايه بقى من ورا؟ بص بقى الحته دي، ادي قاره اسيا، ماشي؟ هي بيقول لك والله من 26 شرقا لحد 170 غربا، من 26 شرقا واخده لحد 170. يعني ايه 170؟ هي اخر من 26 هنا 180، واخده والله من حد هنا 170، فهي عامله كده، الكره الارضيه عامله كده، فهي واخده كل الشرق وحته من الغرب بس من ورا، لان الكره الارضيه مدوره، الكره الارضيه ايه؟ مدوره، فهي واخده كل الشرق كله وحته من الغرب. هتلاحظ ان امريكا الشماليه اصلا هي هنا، امريكا الشماليه هنا، صح؟ بص بقى بيقول لك ايه؟ امريكا الشماليه هنا ايه؟ لان الكره مدوره، فهي واخده كل الشرق وحته من الغرب بس من ورا، فبيقول لك هي بتمتد ما بين دائرتي عرض من 10 جنوبا ل 81 شمال، ومن 26 شرقا ل 170 غرب، تمام؟ يبقى هي كلها في الشرق وفي حته من الغرب بس من ورا اللي هي من جهه الغرب اللي هي من جهه امريكا الشماليه، تمام؟ طيب ده الموقع الفلكي، يبقى من 10 جنوبا ل 81 شمال، ومن 26 شرق ل 170 غرب. طب الموقع الجغرافي، قال لك والله الموقع الجغرافي ده الموقع بالنسبه لليابس والماء، وده سهل جدا وانتوا اللي هتقولوه. بص كده في الشمال محيط قطبي الشمالي، شاطرين. طيب في الشرق المحيط الهادي، في الجنوب المحيط الهندي، في الغرب قال لك والله في حدود بريه وحدود بحريه. حدود البريه اللي هو جبال الاورال، جبال ايه؟ جبال الاورال. وقال لك في حدود بحريه، بحر اسود ابيض احمر.
اسود ابيض احمر. البحر الاسود، البحر الابيض المتوسط، البحر الاحمر. يبقى في الشمال محيط قطبي الشمالي، في الشرق المحيط الهادي، في الجنوب المحيط الهندي، في الغرب حدود بريه بحريه، بريه جبال الاورال، بحريه بحر اسود ابيض احمر، اسود ابيض احمر. طيب خلي بالك، بيفصل قاره اسيا عن اوروبا جبال الاورال. يبقى بيفصل قاره اسيا عن اوروبا جبال الاورال، بس بيقترب منها عند مضيقي البسفور والدردنيل. مستار، هو ايه المضيق ده؟ لو خدناه السنه اللي فاتت قال لك والله المضيق ده هو ممر مائي ضيق، ممر مائي ضيق بيصل بين مسطحين مائيين كبيرين وبيفصل بين يابسين. ادي الممر المائي ضيق ده بيصل بين مسطحين مائيين كبيرين وبيفصل بين يابسين. تمام؟ تمام. يبقى اللي بيفصل قاره اسيا عن اوروبا جبال الاورال. طيب بيقترب منها بقى عند مضيقي البسفور اللي هو ناحيه اليمين، وبعدين الدردنيل، بسفور دردنيل، بسفور دردنيل، الدردنيل. طيب تفصل اسيا عن افريقيا البحر الاحمر، بس بتقترب منها عند مضيق باب المندب، مضيق باب المندب، مضيق ايه؟ باب المندب، وبتتصل بها مباشره عن طريق شبه جزيره سيناء، شبه جزيره سيناء. مستر يعني ايه تتصل بها مباشره عن طريق شبه جزيره سيناء؟ خدناها السنه اللي فاتت وقلنا اللي مصر كلها قاره افريقيا ما عدا شبه جزيره سيناء دي من اسيا. ايه ده؟ يعني اسيا هي جزء من يعني شبه جزيره سيناء دي جزء من اسيا؟ يبقى خلي بالك، اسيا بتتصل بافريقيا مباشره عن طريق شبه جزيره سيناء، يبقى يفصل اسيا عن افريقيا البحر الاحمر، بس بيقترب منها عن طريق مضيق باب المندب، مضيق باب المندب، وتتصل بها مباشره عن طريق شبه جزيره سيناء، تتصل بها مباشره عن طريق شبه جزيره سيناء. طيب تتصل قاره اسيا او تقترب قاره اسيا من استراليا عن طريق بحر اسمه بحر تيمور. بحر ايه؟ بحر تيمور. طيب بتتصل او بيفصل قاره اسيا عن امريكا الشماليه مضيق اسمه مضيق بيرنج. مضيق ايه؟ بيرنج. يبقى تاني ادي قاره اسيا بكل ما فيها. قال لك والله الموقع الفلكي من 10 جنوبا ل 81 شمال، ومن 26 شرقا ل 170 غرب. طيب الموقع الجغرافي، في الشمال محيط قطبي الشمالي، في الشرق المحيط الهادي، في الجنوب المحيط الهندي، في الغرب حدود بريه حدود بحريه. حدود البريه قال لك حدود جبال الاورال، اما الحدود البحريه قال لك البحر الاسود ابيض احمر، اسود ابيض احمر. طيب بيفصل قاره اسيا عن اوروبا جبال الاورال. تقترب اسيا من اوروبا عن طريق مضيقين البسفور والدردنيل، البسفور والدردنيل. طيب بيفصل قاره اسيا عن افريقيا البحر الاحمر، تقترب منها عن طريق مضيق باب المندب، تتصل بها مباشرة عن طريق شبه جزيرة سيناء. طيب بيفصل قارة آسيا عن استراليا بحر تيمور، بيفصل قارة آسيا عن أمريكا الشمالية مضيق بيرنج، مضيق بيرنج. طيب تعال بقى نشوفها في المنهج. ادي قارة آسيا والله الموقع الفلكي من 81 ادي قارة آسيا تمتد ما بين دقيقتي عرض من 10 جنوبا ل 81 شمال، ومن 26 شرقا ل 170 غربا. تقع كلها في النص الشمالي ما عدا الجزء الجنوبي. الحته دي جزر اندونيسيا، الجزر الاندونيسيه اللي وقع في جنوب دائره الاستواء. الموقع الجغرافي في الشمال المحيط القطبي الشمالي، في الشرق المحيط الهادي، في الجنوب المحيط الهندي، في الغرب في الغرب حدود بريه جبال الاورال، حدود مائيه بحر اسود ابيض احمر، اسود ابيض احمر. طيب بيفصل قاره اسيا عن اوروبا جبال الاورال. تقترب اسيا من اوروبا بتقترب اسيا من اوروبا عن طريق مضيقين البسفور والدردنيل، البسفور والدردنيل. تقترب اسيا من افريقيا عن طريق مضيق باب المندب، مضيق باب المندب. تقترب اسيا من امريكا الشماليه عن طريق مضيق بيرنج، مضيق ايه؟ بيرنج. طيب تقترب اسيا من قاره استراليا عن طريق بحر تيمور، بحر ايه؟ تيمور. ادي بحر تيمور اهو، وادي مضيق برنج، وادي مضيق باب المندب، وادي مضيقي البسفور والدردنيل، البسفور والدردنيل. طيب ادي قاره اسيا، ادي قاره اسيا. خدنا الموقع الفلكي والموقع الجغرافي. ثالث حاجه بقى الاهميه، اهميه الموقع ده. طيب اولا بيقول لك والله عندي اهميه اسمها الاهميه الاستراتيجيه. مستر يعني ايه استراتيجيه دي؟ قال لك والله الاستراتيجيه دي هي معناها هو موقع مهم جدا 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 في السلم وفي الحرب في كل مكان. يعني ايه؟ اديك مثال.
يعني مثلا قال لك في مكتبه موجوده جنب سنتر بيدي دروس، وبعدها جنبها بشويه في مدرسه كبيره، مدرسه ابتدائيه ومدرسه اعداديه، صبيان وبنات. تمام. فموقع المكتبه ده في الشارع ده موقع مهم جدا، ما بنسميه موقع استراتيجي. ليه؟ لان كل المكتبه دي موجوده في النص، وكل الطلاب بيروحوا جايين خارجين عليها. تمام. طيب ده كده بنسميه موقع استراتيجي. خلي بالك الموقع الاستراتيجي موقع مهم جدا جدا جدا. طيب في مكتبه ثانيه في شارع جانبي، ولا في جنبها سنتر ولا جنبها مدرسه ولا جنبها اي حاجه، مين اللي هيكسب؟ دي ولا دي؟ اكيد طبعا الثانيه. فبنسمي ده موقع استراتيجي لان موقع مهم جدا. قاره اسيا بقى موقعها استراتيجي مهم جدا. ليه؟ مركز. قال لك والله لانها تطل على مسطحات مائيه، ممرات ملاحيه، مسطحات مائيه، ممرات ملاحيه. مسطحات مائيه، قال لك والله انا عندي مسطحات مائيه زي المحيط القطبي الشمالي، المحيط الهادي، المحيط الهندي، البحر الاحمر، البحر المتوسط، البحر الاسود. في مسطحات مائيه كتيره جدا. قال لك والله عندي مضيقين مهمين جدا، مضيق باب المندب ومضيق هرمز. مضيق باب المندب ده اللي هو بيتصل اسيا وافريقيا، ادي الحته دي كده. مضيق هرمز اللي هو عند الخليج العربي ده، والاثنين دول بيمر بيها معظم التجاره بتاعت اسيا وافريقيا واوروبا. تمام. طيب يبقى خلي بالك، يبقى اما اقول لك اهميه بما تفسر اهميه الاستراتيجيه بتاعت قاره اسيا او موقع قاره اسيا، هتقول لي لانها تطل على مسطحات مائيه، ممرات ملاحيه، مسطحات مائيه، ممرات ملاحيه، زي مضيق باب المندب ومضيق هرمز. طيب تمام. طيب الاهميه الاقتصاديه، مستر هو المكان ممكن يكسبني فلوس؟ اه طبعا. انا لسه قايل لك من شويه المثال بتاع المكتبه اللي موجوده في شارع المدارس وفي شارع السنتر ده بتكسب ذهب، على عكس المكتبه اللي موجوده في شارع جانبي مش جنبها اي حاجه. مين اللي بيكسب؟ اكيد المدرسه اللي موجوده في شارع المدارس دي. فموقعك ممكن يكسبك بشكل كبير جدا. موقع اسيا بيكسبها فلوس كتير جدا عن طريق سواء موقعها الجغرافي او موقعها الفلكي. موقعها الجغرافي ده خلي بالك اصبحت معبر رئيسي للطرق التجاريه البريه والبحريه منذ اقدم العصور، زي طريق الحرير والتوابل. مستر مش فاهم يعني ايه الكلام ده؟ طيب بيقول لك هي اصبحت معبر رئيسي، يعني اسيا معبر بيمر بيها الطرق التجاريه منذ اقدم العصور، زي طريق الحرير. طريق الحرير ده اللي هو بص بالخريطه بيقول لك الطريق ده اسمه طريق الحرير. الحرير ده اللي هو الحرير اللي هو زي اللي هو بيتصنع من الملابس الهدوم. تمام. طيب طريق التوابل والحرير دول كانوا تجاره مهمه جدا جدا في العصور القديمه والعصور الوسطى. فاسيا بقى اي حد بيعدي ما بينهم لازم يعدي على قاره اسيا. فعشان كده موقعها اقتصادي مهم جدا. يبقى خلي بالك موقع ما اقول لك بما تفسر موقع اهميه الاقتصاديه الموقع قاره اسيا، هتقول لي بسبب موقعها الجغرافي ادى الى اصبحت معبر رئيسي للطرق التجاريه البريه والبحريه منذ اقدم العصور، زي مثل طريق الحرير والتوابل. تمام. طيب الموقع الفلكي، قال لك الموقع الفلكي ده امتدادها كبير جدا من 10 جنوبا ل 81 شمالا، فبتمر على في مناخ معتدل، في مناخ حار، في مناخ بارد، في مناخ كتير جدا. فتنوع ادى الى تنوع المناخ. خلي بالك تنوع المناخ ده هيؤدي الى تنوع النبات، هيؤدي الى تنوع الحيوان، هيؤدي الى تنوع البيئات. المناخ مثلا في الصيف في نباتات بتزرع في الصيف وفي نباتات بتزرع في الشتاء. فلما يكون عند الاثنين يبقى هيكون في تنوع في المناخ، تنوع في النبات. في حيوانات بتعيش في الصيف وفي حيوانات بتعيش في الشتاء، يبقى انا عندي تنوع النبات، تنوع الحيوان، فتنوع البيئات. يبقى خلي بالك الموقع الفلكي ادى الى تنوع المناخ، وبالتالي تنوع النبات والحيوانات والمحاصيل الزراعيه، وبالتالي تنوع البيئات. يبقى ما اقول لك بما تفسر الاهميه الاقتصاديه بتاعت قاره اسيا، هتقول لي بسبب موقعها الجغرافي ادى الى اصبحت معبر رئيسي للطرق التجاريه البريه والبحريه منذ اقدم العصور، زي طريق الحرير والتوابل. تمام. الموقع الفلكي ادى الى تنوع المناخ، تنوع النبات، تنوع الحيوان، تنوع البيئات. البيئات. طيب الاهميه الحضاريه والدينيه، قال لك والله قاره اسيا ليها اهميه حضاريه ودينيه كبيره جدا جدا جدا. قامت على ارضها حضارات كبيره جدا، زي حضاره بلاد الرافدين. الرافدين دول اللي هي رافد دجله والفرات اللي هم موجوده في العراق. يعني حضارات بلاد العراق القديمه، وهنعرفها ان شاء الله في المنهج بتاعنا. طيب قال لك والله في حضاره اسمها حضاره اليمنيه، حضارات بلاد اليمن، حضاره يمنيه.
حضارات بلاد اليمن وهنعرفها برضو في المنهج. طيب حضاره بلاد فينيقيا، فينيقيا اللي هي سوريا ولبنان وفلسطين دلوقتي، فينيقيا اللي هي سوريا ولبنان وفلسطين، يبقى انا موجوده في اسيا. طيب قال لك الحضاره الصينيه في الصين، الحضاره الهنديه في الهند، الحضاره الاسلاميه موجوده في شبه الجزيره العربيه. يبقى عندي حضارات كتيره جدا 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 منذ اقدم العصور، زي رافدين يا فينيقيه صينيه هنديه اسلاميه. تاني رافدين يا فينيقيه صينيه هنديه اسلاميه. دي كده الحضارات اللي موجوده في قاره اسيا. طيب قال لك برضو قاره اسيا هي مهد الديانات السماويه الثلاثه، يهوديه مسيحيه اسلاميه. يهوديه سيدنا موسى عليه السلام اتولد في مصر وبعدين راح الى فلسطين الى بني اسرائيل. طيب سيدنا عيسى اتولد في بيت لحم في فلسطين في اسيا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتولد في شبه الجزيره العربيه في اسيا. فهي مهد الديانات السماويه الثلاثه، يهوديه مسيحيه اسلاميه، يهوديه مسيحيه اسلاميه، وبتضم العديد من الاماكن المقدسه المهمه، زي قال لك والله الكعبة المشرفة موجودة في السعودية، المسجد النبوي موجود في المدينة، المسجد النبوي في السعودية في آسيا. قال لك والله المسجد الأقصى موجود في فلسطين، المسجد مسجد قبة الصخرة موجود في القدس في فلسطين. طيب عندي والله تاني قال لك بالنسبة للمسيحيين كنيسة المهد وكنيسة القيامة. يبقى أنا عندي أماكن مهمة جدا 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 بالنسبة تضم مواقع أثرية مقدسة بالنسبة للمسلمين والمسيحيين أو بالنسبة للديانات، زي الكعبة المشرفة، المسجد النبوي، المسجد الأقصى في فلسطين، مسجد قبة الصخرة. قال لك برضو كنيسة المهد وكنيسة القيامة موجودة في فلسطين وكلهم موجودين في آسيا. يبقى أنا عندي أهمية موقع قارة آسيا، أهمية استراتيجية، مسطحات مائية، ممرات ملاحية، مسطحات مائية، ممرات ملاحية، مضيق باب المندب ومضيق هرمز. أهمية اقتصادية، موقع جغرافي وموقع فلكي. موقع جغرافي أصبحت معبر رئيسي للطرق البرية والبحرية عبر الدول منذ أقدم العصور. والموقع الفلكي، موقع فلكي تنوع النبات، تنوع المناخ، تنوع النبات، تنوع الحيوان، تنوع البيئات. حضارات زي حضارات رافدين يا فينيقيه صينيه هنديه اسلاميه. قال لك مهد الديانات السماويه الثلاثه، يهوديه مسيحيه اسلاميه، وقال لك فيها تضم مواقع مقدسه زي الكعبه المشرفه، المسجد النبوي، المسجد الاقصى، مسجد قبه الصخر، كنيسه المهد وكنيسه القيامه موجوده في فلسطين وكلهم موجودين في قاره اسيا. دي قاره اسيا، موقع فلكي، موقع جغرافي، والاهميه سواء استراتيجيه، اقتصاديه، واهميه حضاريه ودينيه. طيب ده كده الجزء الاول من بتاعنا النهارده. تعال نكمل الجزء الثاني، يا قاره اوروبا. صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، وحدت الله لا اله الا الله. ادي قاره اوروبا. قال لك والله قاره اوروبا تمتد ما بين دائرتي عرض، برضه هندرس موقع فلكي، موقع جغرافي، اهميه. طيب الموقع الفلكي قال لك والله تمتد ما بين دائرتي عرض من 36 شمالا ل 71 شمالا. اذا هي كلها بتمتد في الشمال، هي من 36 ل 71 في الشمال، يبقى كلها في الشمال، طيب ومن 25 شرقا ل 66 غرب، من 66 شرقا ل 25 غرب، يبقى من 66 شرقا ل 25 غرب. يبقى تاني يبقى هي تمتد ما بين دائرتي عرض من 36 شمال ل 71 شمال، يبقى كلها بتمتد في الشمال، ومن 66 شرقا ل 25 غربا، يبقى هي كلها موجوده في الشرق ما عدا حته من الغرب، ما عدا حته جزء كده من الغرب. يبقى خلي بالك، يبقى تمتد ما بين دائرتي عرض من 36 شمال ل 71 شمال، ومن 66 شرقا ل 25 غربا. اذا هي تمتد اوروبا كلها في النصف الشمالي من الكره الارضيه. طيب هقول لك ما النتائج المطبقه على موقع الفلكي بالنسبه لقاره اوروبا، الموقع الفلكي لقاره اوروبا. النتيجه بتاعه اللي موقع الفلكي بتاع قاره اوروبا اللي هو الموقع ده، قال لك والله وقوعها في المنطقة المناخية المعتدلة الشمالية من الكرة الأرضية. مستر مش فاهم يعني إيه الكلام ده؟ قال لك المنطقة المناخية المعتدلة. هسألك سؤال، أوروبا جوها ساقعة ولا ساقعة ولا حر؟
طبعا ساقعه، هي بيقول لك المنطقه معظم القاره في المنطقه المعتدله، ادي كده الحته دي كلها اسمها المنطقه المعتدله. الحته اللي فوق اسمها المنطقه البارده، المنطقه الايه البارده. اوروبا طبعا جوها احسن بكتير من افريقيا، فبيقول لك قاره اوروبا موقعها الفلكي ده ادى الى انها تقع في المنطقه المناخيه المعتدله، يعني في الشتاء معتدل وفي الصيف، في الشتاء بارد وفي الصيف معتدل، في الصيف معتدل. تمام. طيب فيبقى ادى الى وقوعها في المنطقه المناخيه المعتدله الشماليه من الكره الارضيه، الشماليه من الكره الارضيه. طيب ده الموقع الفلكي، الموقع الفلكي تمتد ما بين ذاتي عرض من 36 ل 71 شمال، يبقى تقع في نص الكره الشمالي. ومن 66 شرقا ل 25 غربا، يعني هي تقع معظمها في الشرق ما عدا جزء ايه؟ جزء صغير من الغرب. طيب الموقع الجغرافي، قال لك والله الموقع الجغرافي ده سهل جدا وانتوا لا تقولوا. بص كده معايا، الموقع الجغرافي في الشمال المحيط القطبي الشمالي، في الشرق قارة آسيا، في الجنوب البحر المتوسط، في الغرب المحيط الأطلنطي. سهل جدا. انا زي ما قلت لك التمهيد اللي احنا عملناه في الاول ده سهل علينا بشكل كبير جدا 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 المنهج كله. طيب بص كده معايا، يبقى في الشمال المحيط القطبي الشمالي، في الشرق قارة آسيا، في الجنوب البحر المتوسط، في الغرب المحيط الأطلنطي. خلي بالك اللي بيفصل قارة أوروبا، يفصل قارة أوروبا عن آسيا جبال الأورال اللي احنا لسه واخدينها من قارة آسيا. طيب تقترب منها عن طريق مضيقين البوسفور والدردنيل، ادي البوسفور والدردنيل. يبقى خلي بالك تقترب منها عن طريق مضيقين البوسفور والدردنيل، البوسفور والدردنيل، بوسفور ناحية اليمين، دردنيل ناحية الشمال. تمام. طيب يفصل اوروبا عن افريقيا البحر المتوسط، وتقترب منها عن طريق مضيق جبل طارق، مضيق جبل طارق. يبقى خلي بالك اوروبا في الشمال محيط القطب الشمالي، في الشرق قارة اسيا، في الجنوب البحر المتوسط، في الغرب المحيط الاطلنطي. بيفصل اوروبا عن اسيا جبال الاورال، تقترب منها عن طريق مضيقين البوسفور والدردنيل، البوسفور والدردنيل. يفصل اوروبا عن افريقيا البحر المتوسط، تقترب منها عن طريق مضيق جبل طارق، مضيق جبل طارق. ادي اهو بيقول لك البحر في الشمال القطب الشمالي، في الجنوب البحر المتوسط والبحر الاسود، في الشرق قاره اسيا، في الغرب المحيط الاطلنطي. وتقترب قاره اوروبا من افريقيا عن طريق مضيق جبل طارق. طيب تعال بقى نتكلم على الاهميه بتاعه موقع اوروبا، سواء اهميه استراتيجيه، اقتصاديه، دي حضاريه. طيب اهميه الاستراتيجيه، قلنا اهميه استراتيجيه، اهميه وقت السلم والحرب، موقع مهم جدا. وموقع اوروبا موقع مهم جدا جدا جدا، بيطل على مسطحات مائيه، ممرات ملاحيه. تاني بتطل على مسطحات مائيه، ممرات ملاحيه. مسطحات مائيه، قال لك والله اوروبا بتطل على مسطحات زي المحيط القطبي الشمالي، المحيط الاطلنطي، بحر متوسط، بحر اسود، البحر الاسود، قال لك البحر الشمال، قال لك في محيطات كتيره، في مسطحات مائيه كتيره جدا. طيب قال لك والله برضك بتطل على مسطحات مائيه، ممرات ملاحيه زي مضيق جبل طارق، مضيق البوسفور والدردنيل، مضيق البوسفور والدردنيل. ادي مضيق جبل طارق، وادي البوسفور والدردنيل، البوسفور والدردنيل جنبيه. تمام. ادي البوسفور والدردنيل اهو. تمام. طيب دي الاهميه الاستراتيجيه، اهميه استراتيجيه. اهميه الاقتصاديه، احنا قلنا الموقع ممكن يكسبني فلوس. طيب زي ايه؟ قال لك والله الموقع الجغرافي، بالنسبه للموقع الجغرافي الموقع الفلكي، بالنسبه للموقع الجغرافي بتاع قاره اوروبا، قال لك ده ادى الى سهوله التواصل الاقتصادي بين قاره اوروبا وباقي قارات العالم. اوروبا قاره موجوده في النص، بص كده، اوروبا قاره موجوده في النص. طيب بص كده بيقول لك اوروبا، ادي قاره اوروبا موجوده في موقع مهم، فادى الى سهوله التواصل الاقتصادي بين القارات افريقيا وقاره اسيا اللي هي قارات العالم القديم. طيب يبقى نرجع تاني، يبقى بيقول لك الموقع قارة أو أهمية الاقتصادية بتاعت قارة أوروبا، موقعها الجغرافي أدى إلى سهولة التواصل الاقتصادي بين قارات أوروبا وباقي قارات العالم. يعني كان في تواصل اقتصادي، سهولة التواصل الاقتصادي بين قارات أوروبا وبقية قارات العالم. طيب موقعها الفلكي أدى إلى تنوع المناخ، فبالتالي تنوع النبات، تنوع الحيوان، تنوع البيئات. طيب أهمية حضارية، قال لك في أوروبا كان عندها حضارات مهمة جدا زي الحضارة اليونانية والرومانية والحضارة الغربية الحديثة اللي هي موجودة حتى الآن في أوروبا.
اوروبا دلوقتي هي موجوده، هي دلوقتي منبع الحضارات، او موجوده هي دلوقتي اكتر دول متقدمه هي دول اوروبا. تمام. من ساعه الثوره الصناعيه، من ساعه الثوره الصناعيه يبقى انا عندي اهميه حضاريه. قال لك في حضارات مهمه جدا زي الحضاره اليونانيه، الحضاره الرومانيه، والحضاره الغربيه الحديثه اللي موجوده اللي من ساعه الثوره الصناعيه، موجوده من ساعه الثوره الصناعيه. طيب يبقى تاني قاره اوروبا. قال لك والله قاره اوروبا تمتد ما بين دقيقتي عرض من 36 شمال ل 71 شمال، ومن 66 شرقا ل 25 غربا، اذا كلها تقع في الشمال، وجزء كلها تقع في الشرق ما عدا حته صغيره تقع في الغرب. طيب ادى الى انها موجوده في المنطقه المناخيه المعتدله الشمال من الكره الارضيه. في الشمال المحيط القطبي الشمالي، موقع جغرافي في الشمال المحيط القطبي الشمالي، في الشرق المحيط في الشرق قارة آسيا، في الجنوب البحر المتوسط، في الغرب المحيط الأطلنطي. بيفصل قارة أوروبا عن آسيا جبال أورال، تقترب منها مباشرة عن طريق مضيقين البوسفور والدردنيل. تفصل قارة أوروبا عن البحر تفصل قارة أوروبا عن أفريقيا البحر المتوسط، تتصل بها عن طريق مضيق جبل طارق. طيب قلنا الأهمية بتاعتها. قال لك اهميه استراتيجيه وجود مسطحات مائيه ممرات ملاحيه زي مضيق جبل طارق بوسفور والدردنيل. اهميه اقتصاديه، قال لك سهوله التواصل الاقتصادي بين قارات اوروبا وباقي قارات العالم. اما الموقع الفلكي ادى لتنوع المناخ، وبالتالي تنوع النبات، تنوع البيئات. اهميه حضاريه زي الحضاره اليونانيه والرومانيه والحضاره الغربيه الحديثه اللي جت من ساعه الثوره الصناعيه. وبكده نكون خلصنا الجزء الاول من الدرس بتاعنا النهارده. اتمنى ان شاء الله تكون مركز معايا في الدرس. اي حد عنده اي استفسار اسيب لك جروب التليجرام وجروب الواتساب. مش عايزك تشيل هم الدراسات، وتاكد باذن الله دراساتك تكون في امان. الاسم قدام، بس اوعى تنسى الكلام. سلام.